السلام عليكم، جيتكم اليوم اسكيمو دجاج المقرمش بطريقه سهله يجون فرمجين وتقديمهم راقي وقلتهم كالعاده الهبل تاع الدنيا. الحاجه الاولى في مقله نديرو فيها شويه تاع الزيت، درت فيها حبه تاع الصليط تكون مستقطعه بهذا الشكل مستعمل حوالي السميط ديال تصدر الدجاج، درت فيهم هاد التوابل اللي تلقاهم مكتوبين في الفيديو، قليهم مليح بعد نزيد لهم شويه تاع الملح ونخليهم حتى يطيبوا وينشفوا، بعد نحيهم ونخليهم يبردوا شويه ونحيهم في يوم حلمتو على هذه النتيجه. نجيب لنا البطاطا في الحياه تكون متوسطه ناقصها غير الفرشيطه ونزيد هذا الخليط هذيك وانت زي ما كنتي واقفه في ظهري سنده هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياه لغايه ما طلته. وانت زي ما كنتي واقفه في ظهري سنده هتسنديني الكونجيلاتور حدا وين يشدوا روحهم. هنا بالنسبه لي ما عندوش المول، فوق بابي فيلم نجيب كميه من المزيج تاعي، نحط فوقها قطعه تاع الجبن ونغلقها بهذه الطريقه ونبدا نشكل فيها حتى نتحصلوا على القالب المطلوب. نحطهم في الكونجيلاتور حتى وين يشدوا روحهم بنفس الطريقه باش نجبدوهم. هنا في تبسيده زوج حبات تاع البيض، ملعقه صغيره تاع الفرينه، ملح فلفل الكحل، نخلطوهم مليح، بعدها نجبدوا الحبات تاعنا بعد ما يشدوا روحهم نجوزوهم في البيض ولا شابليون، بعدك نروحوا نقلوهم ديراكتومون في زيت تكون سخونه حتى يحمروا من كلا الجهتين، بعدك نحوهم ونديروهم في هذا القصب تاع الاسكيمو اللي راهم يتباعوا وتقدموهم بصحتكم.